شهدت العلاقات المغربية الموريتانية مشاهدين تطورات لافتة في الآونة الأخيرة في وقت يستمر فيها التوتر في بعض دول المنطقة وخاصة في منطقة الساحل والصحراء، ما يجعل تعزيز التعاون بين البلدين ذا أهمية استراتيجية. وتبادل مسؤولو البلدين زيارات تخللها توقيع اتفاقيات عدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، خاصة التعاون التجاري الذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لا سيما مع كون المغرب أكبر مستثمر إفريقي في موريتانيا. وتنشط العديد من الشركات المغربية في موريتانيا في قطاعات حيوية مثل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية، فضلا عن الحضور في قطاعي البناء والطاقة. وكان المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني الذي عقد في نواكشوط في فبراير عام 2023 نقطة فارقة في هذا المجال، إذ شارك فيه أكثر من 300 من رجال الأعمال من البلدين في مختلف القطاعات. ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سجل التبادل التجاري بين البلدين نحو 300 مليون دولار في عام 2022 بزيادة نسبتها 58% مقارنة بالعام 2020. وعلى المستوى السياسي، أثارت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب تكهنات بشأن إمكانية لعب نواكشوط دورا وسيطا في التوترات بين الجزائر والرباط، خاصة وأن الزيارة جاءت بعد أيام من زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موريتانيا. معنا من نواكشوط الدكتور أحمد النحوي رئيس المنتدى المغربي الموريتاني للصداقة والتعاون. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. ما قراءتك اليوم وتقييمك للزيارات الأخيرة المكثفة بين الجانبين الموريتاني والمغربي؟ طبعا العلاقات الشعبيه هي علاقات مميزه جدا، والوجهه الاولى للموريتانيين سواء على المستوى السياحي او على مستوى كذلك على مستوى حتى الجامعي هي المغرب. فكما تعلمون جميعا الوكاله المغربيه للتعاون الدولي هي بوابه المغرب لتسجيل الطلبه الاجانب، وتعطي حصه كبيره للموريتانيين، بحيث ان موريتانيا هي المستفيد الاول من خلال هذه الوكاله، وهي بالاصل عند انشائها كانت تسمى الوكاله المغربيه الموريتانيه للتعاون لامامكو، الان هي طبعا صارت وكالة للتعاون الدولي كمثال فقط. فموريتانيا الآن تجد ما يزيد على 400 منحة، 300 منها تمنح للدولة، وكذلك هناك بعد شعبي أيضا يستفيد من هذه المنح ومن التسهيلات، كذلك في المجال الطبي، كذلك في المجال السياحي. هناك تعاون كبير وهناك إقبال كبير خصوصا من قبل رجال الأعمال على اقتناء وكذلك على الاستثمار في المغرب، لأن المغرب يمثل فعلا استثناء قطاع شوطا كبيرا في مجالات التنمية الاقتصادية وكذلك في مجالات تشجيع الاستثمار والانفتاح على المسلمين بشكل عام. ممكن أن تتوسع هذه الاستفادة لأن ينتقل المغرب وموريتانيا إلى الاستغلال المشترك أيضا لحدودهما الإقليمية، للحدود الإقليمية بين الدولتين؟ طبعا اعتقد ان التوجه العام من خلال ما نشاهده الان في المنطقه بشكل عام هو توجه تكامل اقتصادي ما بين دول المنطقه بشكل عام. اعتقد ان المبادرات التي تم نقاشها خصوصا ما يتعلق منها بالمبادره الملكيه الاطلسيه وكذلك انبوب القاس، كل هذه المبادرات ستمكن من استقلال وتكامل كبير ما بين المغرب وموريتانيا في هذا الاطار، خصوصا ان نرى العدد الكبير من الشاحنات المغربيه التي تمر من خلال معبر الكركرات، وكذلك من خلال ايضا موريتانيا ايضا تريد ان تنفتح على السوق الاوروبيه من خلال المغرب. فهناك تكامل اقتصادي كبير ما بين البلدين، يمكن هذا التكامل ان يتطور بشكل كبير. نعم. رئيس المنتدى المغربي الموريتاني للصداقه والتعاون الدكتور احمد النحوي، شكرا جزيلا لك.